هو ايه اللي جه الاول بالمناسبه دي طيب؟ اكيد الفرخه. ازاي يعني الفرخه دي اتخلقت فرخه يعني ولا هي كانت بيضه وكبرت يعني؟ ما, خلقت ما فرخه يعني نزلتش فرخه، يعني ما نزلتش فرخه كده يعني. لا نزلت فرخه، اكيد نزلت كانت بيضه. بيضه وكبرت بقت فرخه، ايوه نزلت بيضه اكيد يعني. بيضه لوحدها كده على الارض كده وطلعت اتكونت. طب مين اللي رقد عليها طب عشان تفقس؟ ما اعرفش بقى يعني، دي مش قصتي خالص يعني. ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت يعني. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست هري بس. البودكاست ده بتاع 2 اصحاب بيحبوا يهروا ويحللوا اي حاجه بيشوفوها. اوقات بنتفق بس اوقات كتير قوي مش بنتفق وبنفضل نقاوح. في البودكاست ده هنسمعكم المقاوحة دي وهنسيب لكم الحكم. الكلام اللي بنقوله مش كلام ناس خبرة ولا كلام ناس دارسة، بس كلام ناس حابة الموضوع وعندها باشن في المواضيع اللي بتتكلم فيها. لو بتحب تتفرج على افلام مسلسلات او تسمع اغاني فانت في المكان الصح. علي الصوت ويلا بينا. ازيكم يا جماعة، اهلا بيكم في حلقة جديدة. ازيك يا زيزو؟ ازيك يا عبد؟ ازيكم يا جماعه، عاملين ايه الاخبار؟ والله انا محضر للناس بقى الموضوع اللي كنت عايز اكلمك فيه ده. بقالنا حلقتين بنتكلم في الاوفر ريتد والاندر ريتد. تعالى بقى نتكلم جد شويه. موضوع يعني فيه وجهتين نظر، وبالصدفة يعني لما قلنا كده نبتدي نحاول نحضر اكتشفت ان انا رأيي انا وانت مختلفين، فقلنا برضو طب ما تيجي نتكلم في الموضوع ده ونسيب للناس بقى اللي هي اللي تحكم يعني. ما حدش هيصدق طبعا. اكيد هيقولوا ان دي حاجه معموله يعني، سكريبتد. بس والله بجد واحنا بنتكلم فعلا لقيت ان هو رأيه حاجة وانا رأيي حاجة تانية يعني. فقلنا طب ما يلا نطلع، وابتدينا نتخانق وبتاع. قلت له لا وقف بقى خناق، تعال نطلع نتخانق قدام الناس، تعال نطلع على ننشر الهوا. رسالنا يعني. اه بس طيب مستر زيزو، هي السينما هي اللي بتأثر في المجتمع ولا المجتمع هو اللي بيأثر في السينما؟ السؤال الشهير، البيضة ولا الفرخة، فاهم؟ حلو الاسم ده، ممكن نسميها كده، نسمي الحلقة كده. الصراع الأبدي، ايه اللي ابتدى قبل ايه؟ يعني هل مم. المجتمع كان وحش فبالتالي السينما بتناقش مشاكل المجتمع، ولا هل السينما عملت سبوت لايت على نماذج معينة سيئة في المجتمع فبالتالي الحاجات دي انتشرت وزادت وكترت وبقت موجودة، او اصلا حاجات ما كانتش موجودة بقت موجودة؟ اظن ما فيش اجابة واحدة هي الصح، بس انا شايف وعندي امثلة تثبت اللي انا بقوله، ان اللي موجود في المجتمع السينما بتستوحى منه. السينما بتشوف المجتمع فيه ايه وتقوم عاملة حاجة من اللي هي شايفاه في المجتمع يعني. فالسينما هي مرآة المجتمع. كلام بقى عميق بقى. السينما هي اللي بترفلكت اللي بيحصل في المجتمع، مش هي اللي بتخلق حاجة فبالتالي الحاجة دي بتبقى في المجتمع. بس ده نوع واحد من انواع السينما، يعني ده اللي هو السينما الواقعية اللي هي بتنقل لك الحقيقة زي ما هي بالظبط يعني. بس في حاجات، في انواع تانية كتير لا ممكن تدخل لك افكار، حاجات جديدة يعني، وهو ده الشطارة هو هو ده اكيد يعني، اكيد السينما دي اداه يعني من الادوات اللي يعني بره بقى، ما اعرفش في مصر ولا لا، بس بره اتليست في امريكا لو عايزين يوصلوا رسائل معينه، لو عايزين يسيطروا على افكار معينه، لو عايزين يعني يحطوا سم في العسل بقى، يعودوا الناس على حاجات معينه وعينيها تاخد عليهم فيتقبلوها. اكيد بيعملوا افلام عن كده. ولكن انا بشوف ان في العادي او الكومن اكتر ان السينما بتشوف، او اتليست في مصر يمكن لان احنا يمكن مش الابداع مش مفرتك الترنج يعني. بيشوفوا ايه اللي بيحصل في المجتمع وبيطلعوه في السينما. يعني مثلا افلام خالد يوسف مثلا كلها، او ليتس سي حين ميسرة مثلا، او اي فيلم بيتكلم على العشوائيات. اكيد سينما العشوائيات. يعني اكيد لو ينفع نقول عليها كده يعني. بس زي ما بقول يعني العشوائيات دي طول عمرها حاجه في المجتمع، احنا ما بنحتكش بيها يمكن، او ما بنشوفهاش، او ما بنعديش عليها. بس لما السينما صورتها مش معنى كده ان السينما زودت العشوائيات او اخترعت العشوائيات يعني العشوائيات دي طول عمرها موجوده. هو الفرق بس، او اللي كان صادم ساعتها، ان ايه ده، احنا اول مره نشوف الكلام ده في التلفزيون. حلو المثال اللي انت قلته ده، لان انا هستخدمه بقى بس عكسك.
ان هي اكيد مش السينما هي اللي اخترعت العشوائيات، بس هي اللي عملت بطولة من شباب العشوائيات واتيتيود العشوائيات، ظاهرة البلطجة عموما والشبحنة ابتدت بقى الناس تقلد. مثلا كان في الأجيال اللي قبلها مثلا في أبطال من نوع تانية، يعني ارجع مثلا 10 سنين لورا 99 مثلا كان خلف الدهشوري خلف هو البطل بتاع العقد اللي قبله، فاهم؟ ال10 سنين اللي قبلها بعدها ابراهيم الابيض. فده ده خلى فيه اختلاف شويه في تصرفات وطريقه الناس وهزارهم وكلامهم. يعني بص، يعني بالرغم من ان انت بتقول ابراهيم الابيض هو اللي ابتدى الموضوع ده، بس دايما الاتهامات بتنسب لمحمد رمضان والسبكي. يعني دايما هو اللي بيتنسب له ان هو اللي بدأ الموجة دي، وهو اللي نشر البلطجة في المجتمع بقى عشان عبده موتة والألماني والكلام ده كله، يعني مع ان مش هو اللي ابتداه. ما هي يعني بقى على حسب كلامك، بس هو اللي كمل في السكة دي يعني. خالد يوسف عمل كذا فيلم، عمل حين ميسرة، عمل دكان شحاتة، عمل كام بقى كلمني حين ميسرة شكرا. سنة كام؟ شوف لي كده حين ميسرة سنة كام. 2007 يا عم. انا بقاوح في المبدأ العام. المبدأ العام ان هي الافلام دي عملت بطولة معينة من نجوم العشوائيات، فبالتالي بقى خلاص بقى ده اسلوب حياة. حتى انت ممكن تبقى ساكن في كومباوند راقي جدا في حتة وفي مدرسة انترناشنال او في الجامعة الامريكية او حاجة زي كده، بس انت ابراهيم الابيض من جواك، انت عبده موتة من جواك، انت الالماني من جواك، فاهم؟ وخلى بقى الشباب اكتر بقى في الشارع خلاص هو ده البطل بتاعهم، يعني ماشي بيتعمل له ماشي، ما هو افلام انا وكده معاك. فبيقلدوه يعني. ماشي، بس هو اكيد قبل ما هم يعملوا كده اكيد المناطق العشوائيه دي كان فيها الامثله دي، كان في حد بالبلطجه دي، كان في موجودة حد بس بالبطوله دي، كان في حد كان موجود. الفرق في بقى حد ان في حد ما كانش الاطفال الصغيرة بتمشي في الشارع تمام تحاول تقلد الطريقة تمام. انت دلوقتي يا سيدي واحد عايش في المعادي ولا في جاردن سيتي ولا في الزمالك ولا معرفش ايه الاماكن الحلوه في القاهره دلوقتي، معرفش. المهم انت واحد عايش في الاماكن دي، يعني عمرك ما هتشوف الناس اللي في العشوائيات. دلوقتي لما الناس اللي في العشوائيات دي جات لك في التلفزيون وانت قدرت تشوفها وانت قاعد في بيتك، ففي بقى ناس من اللي شافوا الحاجات دي عجبتهم، قال لك ايه ده، طب ما انا عايز ابقى كده، اما انا اصلا حاسس ان جوايا الحته دي. فهم شافوا اكزامبلز وهي عرفوا شبح. يقلدوها. انا اصلا جوايا شبح محتاج حد يوجهه، فاهم؟ فهم الناس دي شافوا الاشباح دي بتعمل ايه، فقال لك طب ما انا اعمل زيهم. بس فهو عايش الدور، لكن مش الحاجات دي هي السبب ان هي تخلق بلطجيه. لا، هو البلطجي موجود اصلا، واللي عايز يبقى بلطجي موجود، بس هو ما كانش عارف يعمل ايه، بس او محدش ما كانش بيسمع عنه بيحتك. غير الناس اللي في منطقته. ايوه، ما احنا بقينا العالم بقى انفتح عامه ان جنرال. يعني ما انستجرام بقى والسوشيال ميديا والكلام ده كله بقى يوريك حاجات وانت قاعد في مكانك كده، حاجات في بلاد انت اصلا ما تسمعش عنها. فالانفتاح ده هو سبب ان الدنيا بقت خلطبيطه يعني بقى الناس اللي في العشوائيات تشوف يعني الناس بتروح مثلا، هو قاعد كده في بيته شايف على موبايله في انستجرام ناس بتسافر فين، وشايف بلاد عامله ازاي، ولا حاجه كان عمره هيشوفها. وفي نفس الوقت الناس اللي في المناطق اللي مش عارف عامله ازاي شافوا افلام عشوائيات ما كانوش عمرهم احتكوا بالاكزامبلز دي في حياتهم. فكل واحد شاف بقى كل حاجه، فكل واحد بقى طبيعته ومالت للي هو عايز يمله يعني. طب هل انت شايف ان ده كان ليه علاقة، كان ليه دخل في موضوع العلاقات الزوجية، الخيانات، الطلاقات، الكلام ده كله؟ يعني انا فاكر مثلا اوائل الالفينات لما فيلم سهر الليالي نزل، الفيلم طبعا اتهاجم جدا والناس قعدت تقول لا ده مش هو ده المجتمع مش كله كده، مش معقولة انتم مطلعين النماذج كلها سيئة، مش معقولة انتم مطلعين الجوازات كلها بايظة. كان فيه هجوم شديد قوي على المسلسل. وعن الناحية التانية كان في أجيال شوية أصغر بتقول لأ هو ده واقعي، هو ده بيحصل، هو ده موجود. ما هو أكيد يعني أكيد هو ده واقعي حقيقي وبيحصل. جدا يعني. ما هو أكيد واقعي وبيحصل، ومحدش قال إن كل المجتمع كده. هو في الفيلم جايب لك شلة بتاع 8 صحاب ولا كانوا 10، 4 و4. فهو جايب لك شلة واحدة، الشلة دي ما بتمثلش مصر أو ما بتمثلش المجتمع كله، دي شلة. يعني أنا وصحابي، أنا وشلتي، أكيد ما إحنا مش بنمثل مصر وبنمثل كل الطبقات ولا كل الأمثلة. هو جايب شلة معينة فيها كل الأمثلة وحشة يعني،
مش معنى كده ان المجتمع كله وحش، بس طبعا اللي حصل في الفيلم ده موجود في الحقيقه. ومؤخرا بقى يعني او طلعت موضه كده اللي هو الخيانات والعلاقات الزوجيه والكلام ده كله. جت فتره كده يعني لو تفتكر اخرها اللي في مخي دلوقتي مسلسل مثلا ازمه منتصف العمر. كارثه، انت بتتفرج على كارثه، كارثه بجميع المقاييس. ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي الحاجات دي بتتذاع؟ بس الواقع كده، في كده في الواقع في اكيد في اكزامبل زي ده حصل في الحقيقه. في كده في الواقع، مش الواقع كده، في فرق كبير قوي، في فرق كبير قوي ما تمام، بين صح اكيد مش الواقع كله كده، اه اكيد في ناس. انا بقى لما اعمل مسلسل، فيلم، مسلسل تاني، فيلم تالت، معرفش ايه، واقعد ازن على ودنك ازن على ودنك واجيب لك الافكار دي كتير 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 كتير، بعد كده الموضوع هيبقى مألوف بالنسبة للناس يعني يعني. انا ماشي، انا دلوقتي عمال اعمل افلام عادي. ومسلسلات عن الخيانه، هتقوم انت بقى تروح تخون مراتك عشان انت اتفرجت على كريم فهمي يعني بيخون رنا رئيس، ولا رايح ينام مع حماته اسمها ريهام عبد الغفور؟ يعني هتروح تعمل زيه تقول ما اصل انا شفتها في التلفزيون؟ ما هو لا يعني مش عذر يعني هو ده اكزامبل موجود في المجتمع فهم وروه لنا من كتر ما هو صادم. محدش قال ان ده عذر، بس كلنا بنعمل حاجات غلط، ولما انت تبتدي تلاقي المجتمع اللي حواليك ايوه، اللي فيكم ما بيغلطش يروح يحاسب مريم يعني. فيلم ويجا صح؟ ولا خيانة مشروعة؟ لا ويجا تقريبا. لا فيلم ويجا كانت ماشي. منة شلبي. ماشي، منة شلبي يعني سلام. لا اللي عايز اقوله ان لما انت تلاقي الحاجات دي قدامك بتحصل عادي جدا، تقبلك لان انت تعملها بيبقى اسهل، غير لما يبقى المجتمع رافض جدا الفكرة. مش معنى كده ان انا بطالب بسينما نظيفة او سينما وعظية او كده، بس معنى كلامي ان انا شايف ان السينما هي اللي اثرت وساعدت في حاجات زي كده ان هي تحصل. يعني مثلا لو هتكلم على الالفاظ، في الفاظ معينه كانت بتتقال بالذات من الافلام اللايت كيوت اللي هي زي افلام ميكي، زي افلام حلمي كده، كان في كام لفظ كده بيتقالوا، الالفاظ دي بقى في اطفال بتقولها. ليه؟ لان هو فيلم موجه لفئه معينه، لسن معين، لحاجه زي كده. فهل الناس ما كانتش تسمع عن الكلمه دي قبلها؟ لا اكيد يسمعوا عنها وعارفينها وكل حاجه، بس بقوا خلاص هي طلعت في فيلم بقت عادي خلاص. ماشي اتقالت في التلفزيون ماشي. بس دلوقتي يا سيدي انا هعمل فيلم عن شلة شباب صحاب، تمام؟ في لقطة في الفيلم الشباب دي قاعدة على القهوة، ينفع لما يتعصبوا على بعض يقول له يا بارد يا حيوان يا جزمة؟ انت بتعمل كده مع صحابك على القهوة؟ يعني انت عايز يبقى الفيلم عامل كده؟ يعني انت هتبقى مقتنع هيبقى بالنسبه لك المشهد؟ لا خالص المشهد مش هيبقى واقعي، المشهد مش هيبقى واقعي خالص لا بالنسبه لك. لا انت اخدتني لسكه غلط. لا انا مش تاني، انا مش بحاول اروج للسينما النظيفه اللي ما فيهاش الفاظ وكده. دي اكيد كويسه وتحترم وكل حاجه، بس انا بقولك ان في حاجات معينة بتتغير في المجتمع، في كلمات طبعا بتتقال في بس الفيلم ما اخترعهاش. ده الفرق بيني وبينك. الفيلم ما اخترعش الحاجة دي كانت طول عمرها في المجتمع، بس هو الفيلم لأول مرة يتجرأ ويظهرها، عمل سبوت لايت عليها. زمان ما كانتش الحاجات دي بتظهر في الأفلام، وكان الأفلام في سكة والمجتمع في سكة. ده حاجة وده حاجة. الأفلام مثالية إلى حد ما والمجتمع في سكة تانية خالص. في ناس بتقولك انا داخل الفيلم عشان اهرب من الواقع، فما تجيبليش الواقع، فاهم؟ يعني انا مش عايز اشوف الواقع في فيلم، انا داخل اهرب اصلا، الساعتين دول داخل اهرب من الواقع. ولكن الالفاظ مثلا على المثال اللي انت قلته، ما هي طول عمرها في المجتمع. فانت لو عايز تعمل حاجه واقعيه لازم الحاجات دي الى حد ما تظهر. ما ينفعش كل حاجه تتقال يعني، بس الى حد ما. لا صح، هو في دلوقتي المفروض شويه بقوا بيعملوا تصنيف عمري للحاجات. يعني انا لا بالزبط. انا بالعكس، انا مع الحاجه ان هي تبقى واقعيه وحقيقيه، بس حط تصنيف. يعني دي حاجه للكبار فقط، دي حاجه للي فوق مثلا سن 12 سنه او حاجه زي كده يعني. بالظبط. وبعدين في الاخر برضو يعني. هو ما حدش اجبرك تتفرج برضو. يعني انت هتشوف تصنيف الفيلم او هتسمع ان الفيلم فيه كذا كذا كذا، لو انت دي حاجه بتضايقك، سواء بقى الفاظ، سواء مناظر، سواء عنف، سواء عشوائيات، سواء اي حاجه، لو دي حاجه بتضايقك ما تخشش تشوفها. بس ما ينفعش نتغافل عنها زي ما بيقولوا او ما نظهرهاش خالص،
ونقول لا احنا مش عايزين نسلط عليها الضوء لحسن تنتشر. لا، هي موجوده. ويمكن انت كنت عمرك ما هتتعرض لها لو ما شفتش الفيلم ده. الفيلم ده يمكن خلاك تشوفها لاول مره في حياتك، بس هي ستيل موجوده يعني. فاهم؟ هشرح لك اكتر وجهة نظري. انت عندك مثلا منظر او الصورة الذهنية اللي السينما كانت بتحاول تجيب بيها ضابط الشرطة في وقت قبل الثورة، مقابل بقى الافلام اللي هي ما بعد الثورة. فقبل الثورة كانت الافلام كلها مطلعة ضابط الشرطة دايما طالع راجل فاسد او راجل ظالم او راجل بيعذب الناس اللي هو قابض عليهم. كان دايما طالع في الفيلن او الشخصيه الشريره او كان دايما بيطلع بالصوره دي زي هي فوضى كده يعني. اكبر مثال يعني. بالظبط. ده كان منتشر جدا في الاعمال فيرسز ان انت فجاه الافلام كلها بقت لا خلاص كلها افلام عن بطولات الجيش والشرطه، حاجات بقى زي الخليه، حاجات زي الممر، حرب كرموز، اختيار. لقينا بنجيب بطولات الجيش والشرطه في الافلام وفي المسلسلات. فاللي بكلمك فيه ان انت بتخلق صورة ذهنية معينة. انت كان في صورة ذهنية معينة طبعا اكيد بتتكون من معاملة الناس في الشارع، بس كمان في السينما انت شايف الناس دي ابطال وضحت عشاننا وكده، وفي وقت تاني انت كنت شايف الناس دي مفترية وظلمة وفاسدة وكده. فدي حاجة من الحاجات اللي اقصد ان السينما بتأثر فيها. صح. في تفكير الناس بتفكر ازاي يعني. صح. بس في الحالتين الاكزامبل ده موجود في الحقيقة والاكزامبل ده موجود في الحقيقة. يعني مثلا الاختيار اللي هي كانت اشهر حاجة حصلت، وهي اللي ابتدت كل موضوع اللي هو بطولات الشرطة والجيش وكده. الاختيار دي اللي حببت كل الناس في الجيش، دي قصة حقيقية. فده راجل حقيقي ضحى بحياته واستشهد، ربنا يرحمه. يستاهل ان يتعمل عليه فيلم او تمثيليه، يستاهل ان احنا نعرف قصته، لان الراجل دوت عمل حاجه كبيره قوي. طبعا ان انت بقى تيجي في فتره تقعد ما تنزلش غير حاجات بتقول ان الناس دي وحشه، بعدين تيجي في فتره تانية ما تنزلش غير ان الناس دي حلوه، ده اكيد مش صح. ده فعلا يبقى انت ساعتها عايز تعمل توجه معين، او عايز تعمل برين ووش، او عايز توجه الناس في حته معينه. لكن التو اكزامبلز موجودين، ويا ريت التو اكزامبلز يتعملوا في نفس الوقت. يعني سنه نعمل حاجه عن بطولات الجيش والشرطه والكلام ده، وسنه تانية نطلعهم اشرار، سنه كده وسنه كده، سنه كده وسنه كده. لا على طول نطلعهم حلوين ولا على طول نطلعهم وحشين برضه، يعني لا ده صح ولا ده صح. بالظبط. ما هو انا هي دي مشكلتي. عشان كده كنت بقول لك انا شايف ان السينما هي اللي بتأثر في وجهة نظر ان يعني الناس بيبقى عندها وجهة نظر اوريدي متكونة، بس دي بقى بترسخ الفكرة دي وخلاص الناس شايفة ان لا مقتنعة تماما بالموضوع ده. بس يعني انت شايف كده؟ يعني انت مش شايف مثلا ان اللي في رأيه حاجة بتفضل ثابتة؟ يعني انا اعرف ناس مثلا قول مثلا بيحبوا الجيش، لو عملت لهم مليون فيلم بيقول ان الجيش وحش، هيفضلوا بيحبوا الجيش. والعكس صحيح، لو هم بيكرهوا الجيش وعملت مليون فيلم او بطولة او حاجة لناس في الجيش، هيفضلوا برضو ما بيحبوش الجيش. يعني بحس ان الى حد ما برضو الافلام والتمثيليات وكده ما بتغيرش رأي حد. يعني انت اصلا لو مثلا ما بتحبهمش ولقيت ان في فيلم بيتكلم عن بطولاتهم، ما انت مش هتشوفه اصلا لان انت ما بتحبهمش، فهو انت كده مش هيوصل لك المسج. في اقليه هنا واقليه هنا، والاكتريه على الحياد. يعني لو هتكلم مثلا عن السينما كانت طول عمرها، بس دي طول عمرها بقى من زمان لحد دلوقتي بتتكلم عن التيارات الدينيه مثلا في السينما ازاي طول عمرها مشيطناهم، طول عمرها مطلعاهم في مظهر الناس المتشددين. افلام عادل امام بقى الارهابي، الارهاب والكباب، الكلام ده كله كان دايما لازم يطلع الناس اللي منتمية للتيارات الدينية بشكل معين. فانت عندك في ناس لو عملت لهم مليون فيلم مش هيقتنعوا بده، وفي ناس تانية مش محتاجة اساسا افلام عشان يقتنعوا بالفكر ده، هم اوريدي مقتنعين بيه. بس عندك بقى الغالبية العظمى من الشعب، الناس دي عارف اللي هي ايه، كلمة تجيبهم وكلمة توديهم. النهاردة هتقول لهم يعني عارف زي كده فيلم عادل امام بتاع السفارة في العمارة، شريف خيري رمز الصمود، شريف خيري الخاين العميل، فاهم انت هتطلعه لي ازاي يعني؟ فلما بيبقى فيه
زن كتير في الافلام على فكره واحده ثابته، يعني ده بيأثر في الناس يعني، خصوصا ان ايوه انت في شعب اغلبه ناس مش متعلمه، وحتى المتعلمين منه ممكن يبقوا مش مثقفين مش مطلعين هو مش شعب بيقروا عاطفي كتير. يعني، حتى لو متعلم هو عاطفي يعني. ومصدر الثقافة بتاعته هو من التلفزيون للأسف، يعني هو اه بيكون رأيه ووجهة نظره بيزد على اللي بيشوفه في فيلم، بيشوفه في صح، مسلسل، بيسمعه في أغنية. هو ده المصدر ده مفهومه الأساسي اه. اللي مم. طب قول لي، في برضو مقولة زمان بقى من يعني وقت أبهاتنا أو جدودنا، يعني وقت مسرحية مدرسة المشاغبين، في ناس قالت إن هي دي كانت نقطة التحول في علاقة الطالب مع المدرس. هل أنت مع الموضوع ده ولا؟ والله يعني انا مش من زمان قوي كده، ما كنتش موجود، بس بس اظن ان يعني مدرسة المشاغبين على حد علمي او اللي بسمعه من اهلي، ان قبليها يعني كانت المدرس ده كان ليه هيبة كده واحترامه، كانت الطلاب دي ناس طيبة ومحترمة وساكتة ومحدش بيعرف يبق يعني مع المدرس، دي ما كانتش حاجة واردة ابدا يعني. عمر ما واحد خياله يسرح كده ويقل ادبه على المدرس ولا يستظرف ولا. لكن مم. كله بقى بيقول ان من اول مدرسه المشاغبين او من بعد ما الناس شافتها بقى في بقى اصل اللي كانوا بيعملوها دول بقوا ابطال وبقى بيضحكوا الناس كلها. فانا دلوقتي واحد صغير في ثانويه عامه مثلا وشفتهم بيعملوا كده، انبهرت بيهم قوي، بقوا مثلي الاعلى. فبقيت تاني يوم لما اروح المدرسه انا عايز اعمل زيهم، انا عايز مرسي اضحك الزناتي. الناس. عايز اضحك الناس، عايز احس ان انا زي عادل امام، عايز احس ان انا نجم، عايز اعمل حاجه مختلفه عن اللي حواليا. فممكن يعني مخي كده يهفني كده واجرب حاجه من اللي انا شفتهم في المسرحيه. فيمكن بقى من هذا المنظور المسرحيه دي فعلا غيرت شويه في المجتمع. يعني ممكن يبقى ده اكزامبل من الحاجات اللي هو دي فعلا كانت حاجه ما كانتش موجوده في المجتمع والمسرحيه هي اللي ابتدتها. ممكن تبقى دي كده طب شفت 3-0 بقى. بس 3 ايه؟ ده اكزامبل واحد، ما يعني العشوائيات يعني هم لما شافوا راحوا شافوا حين ميسره قال لك ايه ده، الله حلو قوي، تعالى نبني عشوائيات. لا يعني اما انا شفت فيلم الجزيرة ربيت شنبي وكنت عايز ابقى تاجر ما مخدرات. دي مشكلتك بقى، انت ماليش دعوه. ماشي، بس هم في الاول وفي الاخر هم كانوا بيعرضوا اكزامبل حي واكزامبل حقيقي اصلا. يعني انت كمان جبت لي اه اكزامبل هايل بالنسبه لي، انت بتقول لي قصه حقيقيه كمان، شكرا. الناس بره بيعملوا لهم ابطال، باتمان، سوبرمان، سبايدر مان، ايرون مان، الناس امم دي فعندهم سوبر هيروز بتوعهم. احنا عندنا منصور الحفني، عندنا ابراهيم الابيض، عندنا عبده موتة. تبقى عايز تقلد السوبر هيروز اللي بيعبروا عنك يعني. سوبر هيرو زيرو. الرجل العناب، يا ابله ثلمى. زي ما انت قلت عندك الجزيرة دوت قصة حقيقية، ما قالوش بقى يعني، ما مش بيحرضوا الناس ان هم يعني يروحوا يتاجروا في المخدرات. انت بقى حبيت الشخصية دي، مشكلتك. مش بحاول اقاوح ان الافلام دي ما تتعملش او الافلام دي وحشة او الافلام دي كذا، انا بس كل اللي بحاول اقوله ان السينما هي اللي اثرت في المجتمع، مش المجتمع هو اللي اثر. اسألك سؤال تاني معلش بمناسبة المسلسل اللي لسه مكسر الدنيا دلوقتي، سفاح اتفضل. الجيزة يا سيدي. انت مع ان هم يعملوا مسلسلات عن ناس زي كده؟ لان في ناس كتير اعترضت او شافوا ان انتوا ايه يعني بتخلوا واحد زي ده بطل يعني، او بتحاولوا تخلوه يصعب علينا يعني. ازاي بتحاولوا تطلعوه في الاخر مش شرير؟ ف وبيقولوا في كلام تاني ان احمد مكي هيعمل تمثيلية على شاهد تقريبا اللي هو بتاع التوربيني اللي هو كان سفاح اطفال at some point، مش عارف سنة كام يعني، برضو قصة اه حقيقية. اه فهل انت مع الاكزامبلز دي، او هل انت مع ان احنا نجسد المجرمين دول ونعمل لهم حاجه بطولتهم يعني على التلفزيون؟ بص، انا مش مع او ضد. انا المناقشه دي مش بحاول اثبت لك ان الافلام دي عيني وحشه وبوظت المجتمع وبوظت الاخلاق فالمفروض ما نعملش زيها. بالعكس، لا يعني خلينا نبوظ اكتر. لا طبعا بهزر يعني، بس احنا بيكيني سكسي جيرلز. انا قصدي لا انا قصدي ان الحاجات دي بتسيب اثر، وده اللي انا بحاول اقوله. بس اثر كويس اثر وحش، بس بتاثر في المجتمع. وحته التوربيني اكيد وحته طبعا، سفاح اكيد الجيزه الفن دي موضه بيأثر. عالميه. موضه عالميه من اظن من وقت فيلم جوكر.
يعني هي بقت الموضة دلوقتي ان انت تطلع الشخصية الشريرة وتعملها بطلة وتطلع ان ليها دوافع واسباب وحاجات زي كده. واظن برضو كان ماليفيسنت برضو اتعملت فيلم، لا كان في وجوكر، اللي هو وفي اكيد شخصيات تانية جيفري بس انا دامر دوت، اللي هو كانت على نتفليكس من سنة ولا حاجة، دامر دي برضو اتشهرت جدا مثلا جدا يعني. مثلا ح- يبقى عنده لو حد عنده استعداد وميول عدوانية ما ده هيتشجع قصدي يعني، اكتر. لو واحد اتفرج على الحاجات دي وقال لك ايه ده، انا وانا صغير كنت بيحصل لي كذا، وانا صغير كنت بتضرب وبتعمل، فانا دلوقتي ليا عذر بقى ان انا اروح اقتل الناس، خلاص انا، ما انا بقى ضحية بقى، انا ضحية، انا هروح خلاص اقتل الناس. انا عايز اقول لك المشهد الختامي بتاع فيلم جوكر، يعني مش امم عايز اقول لك السعادة اللي كانت جوايا وهو بينتقم. مش عايز احرق طبعا امم الفيلم، اه، بس انا في حسيت سفاح صغير جواك ها. بسعادة رهيبة. اه، وبعدين بقى لما في بقى الاناركيين بقى، الناس نزلت وقعدت تولع في البلد وكده. وتنطط على العربيات وبتاع. على قد ما ده مشهد عبثي ومشهد فوضوي ومشهد ضد الطبيعة المستقرة الهادية يعني اللي المفروض اي حد يبقى عايزها، بس كفيلم لا، هو سبب لي حسيت كده لا، اخيرا الناس المظلومة دي بس وصلت لحاجة الجوكر يعني مختلف، لان هو الجوكر هو طول الفيلم زي ما انت بتقول، هو طول الفيلم مظلوم، الناس بتهينه بتعامله وحش. الجوكر ده محمد صبحي لو سمحت. محمد صبحي، ماشي. لا بجد والله بكلمك بجد، يعني الجوكر طول الفيلم مظلوم وطالع عينه، فطبيعي يسحب عليك، لان هو طول الفيلم هو ما اذاش حد، هو ما عملش حاجه، فهو واحد مظلوم، هو طالع ان هو مظلوم. ماشي، في ما هي الاخر دي بقى نفس كتر الفكرة الظلم بقى، ده هي خلاه دي نفس ينفجر. الفكرة هما بيعملوا. لا سفاح الجيزه مش كده، سفاح الجيزه هو واحد طالع من اول حلقه هو سفاح، هو واحد سفاح وبيقتل الناس من مم. اول، فهو من اول حلقه وهو انت بتكرهه، وهو بيعمل حاجات تكرهك فيه، بيعمل حاجات مؤذيه، بيأذي ناس، بيقتل ناس. لكن في اخر حلقه بقى يجي يجيب لك مم. ماضيه، ويجيب لك الاسباب اللي وصلته لكده، فتبتدي تتعاطف معاه. طب ما انت عايز توصلني لايه يعني؟ بس هو عايز يجيب فيوز زي الحلقة زي الحلقة اللي فاتت بتاعتنا بالظبط كده، عايز يعمل لك بيجيب لك حاجة صادمة جدا وبيوريها لك وبيعرضها لك. انت مع يعني ان انا هم مع يجسدوا قصة حياة مجرم كده ويطلعوه بطل، او يعني مش يطلعوه بطل بس، يعملوا تمثيلية كاملة عن انا مجرم يعني. مع انا مع بس حط تصنيف عمري، والحاجة دي لو كويسة هتنجح ولو مش كويسة مش هتنجح. منصور الحفني فيلم الجزيرة من أعظم الأفلام اللي اتعملت في 20 سنة اللي فاتت، إحنا نفسنا مم. يعني اديناها ريتنج عالي قوي في حلقة كاس اه عالم الفينات. ف اه اسمعوا الحلقة يعني للي ما سمعهاش. اه فأنا مع إن أنت تعمل حاجات كتيرة متنوعة. الحاجة الكويسة الناس هتحبها وهتخشها وهتنجحها، والحاجة الوحشة الناس هتسيبها. بس هل هي بقى هتأثر في المجتمع ولا لأ؟ أنا وجهة نظري إن هي ايوه هتأثر في المجتمع. هتأثر. ايوه، ما ده على حسب كلامك انها هتأثر، فيبقى ليه بقى نطلع سفاحين يعني، جيل جديد من السفاحين يعني، يبقى ما نعملهاش احسن، ما دام دي حاجة هتأثر في المجتمع يبقى بلاش. لا يعني هل دي مثلا لو كانت اتقدمت في السويد مثلا هتأثر على المجتمع السويدي؟ السوايدة بيتأثروا جامد السويدة. لا يعني هي تاني ارجع واقول لك، احنا مشكلة اغلب المصريين، السواد الاعظم من المصريين زي ما المحللين بقى بيقولوا، ان هو مم. بيعتمد على ثقافته من الميديا، من التلفزيون، مم. من السوشيال ميديا، مبقاش في من قراية الفيسبوك، من التيك توك، من الافلام، من المسلسلات، الكلام ده كله. انا بقى مش مسؤول ان انا مثلا عملت حاجة مضحكة او عملت حاجة فانت اخدتها ورأيك اتكون من هنا يعني. اكيد انا هبقى عايزة بروموت اكتر الحاجات اللي ممكن تخلي المجتمع يظهر بشكل احسن، بس مش معنى كده ان السينما هي اللي مسؤولة. لا، هي الناس هي اللي مسؤولة ان هي بتقلد الكلام ده. بس هل هي بتأثر ولا مم. لا؟ للأسف بتأثر يعني. وهقول لك مثلا، هدي لك مثل أثرت فيه السينما بشكل كويس، كنا قلناه برضو في الحلقة بتاعت أفلام المدارس، حلقة فيلم ولا علم، مم. كان عن التنمر. العب بقى انت شغال ده، الله ينور. دعاية مجانية.
ففي اوائل الالفينات التنمر ده كان بيجي بشكل كوميدي، بيجيبوا اطفال بيتريقوا على طفل زميلهم في المدرسه، وانت المفروض اللقطه دي كانت معموله بشكل كوميدي تضحك عليها. مم. فيرسز كانت بتضحك الصراحة. دلوقتي ان لا، انما دلوقتي مجتمعيا الموضوع بقى مرفوض جدا، طب ما وبقى حلو بيطلع قوي الاكزامبل ده. بسبب. حلو، حلو قوي. تعالى لي بقى. ما لا انت قلت اكزامبل جميل دلوقتي. لا مش هجيب، ماشي. استنى، ما انت ساعتها بتقاطعني ليه طيب؟ ما هو عشان اكسب. لا 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 لا، انا اللي هكسب في الاخر، لان انا بقول لك احنا اصلا، انت كنت تسمع عن كلمه تنمر، انت امتى بذمتك اول مره تسمع عن كلمه؟ من الميديا. اه انت لحد مثلا انت عندك راجل عندك حاجه و30 سنه، في ال30 سنه اللي فاتوا دول لحد مثلا من 5-6 سنين بس ما كناش نسمع عن الكلمه دي. ما يعني هي بالانجلش معروفه ان هي اسمها بولينج، بس ايه الترجمه بتاعتها؟ لا كان اسمها تريقه، كان اسمها غلاسه، كان اسمها كده تأليس بالاسكندراني تأليس. بس انت بتقول، يعني انت بتقول دلوقتي زمان كانت المشاهد دي متقبلة عشان كان المجتمع عادي بيحصل فيه الكلام ده، احنا كنا في مدارسنا عادي بنغلس على بعض وبنتريق، كان ده بيحصل عادي. لكن مؤخرا لما التربية الإيجابية دخلت وما ينفعش يا حبيبي تقول لزميلك كده وما ينفعش نقول الكلام ده وحصل بقى يعني تحركات كتيرة قوي بقى في أمريكا امتى بقى وسترايكس وحاجات ده كله. لا كل الكلام ده بدأ لوحده، وبعدين الفيلم بقى او التمثيليات ابتدت تظهر الكلام ده علشان تشجع عدم التنمر. فالتمثيليات هي لا اللي انا عكست مختلف معاك. انا الواقع. فاكر ان كان في حملات اعلانيه يعني انت اول بتيجي في مره تسمع عن التلفزيون الكلام ده في الفيلم او في التمثيليه مش في طبعا الحقيقه. اعلانات في التلفزيون، اعلانات كانوا بيقولوا، حتى كلمه تنمر كانت بالنسبه لي كلمه غريبه يعني. كان في حمله اعلانيه بتتكلم عن الموضوع ده يعني. ايوه، ما هو عشان منقول من بره، ما هو حضرتك انا قاعد بره والحاجات دي بيقعدوا يطالبوا بيها كل يوم في الشوارع ومظاهرات وعشان هنا البولينج في المدارس ده حاجه كبيره قوي، يعني مش زي مصر بنغلس على بعض كده واحنا فريندلي. لا هنا عيال بتضرب بعض وعيال بتهين بعض، يعني البولينج هنا حاجه كبيره. فهم بقى لهم سنين بيحاولوا يوقفوه لحد ما الموضوع وصل للميديا. يعني الميديا بقت كمان لما الناس صوتهم عالي قوي الميديا بقت بتدعمهم. فلما الميديا دعمتهم الموضوع ابتدينا نسمع عنه في مصر. فانا شايف ان الميديا هي اللي عكست الواقع في الاكزامبل ده. هو انا اعتقد ان انت المجتمع اللي انت عايش فيه في كندا مختلف شويه، لان هو على حد علمي يعني هو مجتمع مثقف اكتر، مجتمع اصلا ما فيش فيه انتاجات سينمائيه وكده كتير. فبالتالي الناس هناك مش بتبني ثقافتها وتصرفاتها من الميديا. هي بيعملوا افلام وكل حاجه، بس هي اللي بتأثر فيهم. انما هنا الشعب المصري بيتأثر جدا بالافلام، وحتى دايما تلاقي الناس في هزارها بتجيب افيهات افلام، وهو ده السنس اوف هيومر او روح الدعابة المصرية جاية من التلفزيون ومن السينما ومن الكلام ده كله. فبالتالي انا وجهة نظري ان ايا كان اللي انت بتعمله، سواء بتعمل حاجة ايجابية سواء بتعمل حاجة سلبية على التلفزيون، فهو التلفزيون والسوشيال ميديا او الميديا عموما هي اللي بتأثر في الشعب، مش العكس يعني. يعني هي بص، هو الجدل أزلي، عمرك ما تقدر تعرف ابتدى منين او خلص منين. هم سموها البيضة ولا الفرخة، يعني ايه اللي طلع الاول؟ هل ايه اللي جه الاول؟ الفرخة اللي ابتدت ولا البيضة؟ هو ايه اللي جه الاول بالمناسبة دي طيب؟ اكيد الفرخة يعني. ازاي يعني الفرخه دي اتخلقت فرخه ولا هي كانت بيضه وكبرت يعني؟ خلقت فرخة ما يعني. نزلتش فرخه، ما نزلتش فرخه كده يعني. لا نزلت فرخة يعني، اكيد نزلت بيضة. كانت بيضه وكبرت بقت فرخه. ايوه نزلت بيضه اكيد يعني. بيضة لوحدها كده على الارض كده وطلعت اتكونت. طب مين اللي رقد عليها طب عشان تفقس؟ ما اعرفش بقى، دي مش قصتي خالص يعني. ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت يعني. الناس سمعت الديبيت يعني، وهم يقولوا لنا رايهم ويشوفوا مين اللي رايه صح، ويقولوا لنا انتوا تيم الفرخه ولا تيم البيضه. وبس كده، كفايه كده. يا رب الحلقة تكون خفيفة كده على قلبكم وتكون عجبتكم. قولوا لنا بقى، ابعتوا لنا في الكومنتس، زيزو اكيد هينزل بوستس كتير، حاولوا تنجيجوا معانا بقى في الكومنتس وكده، وقولوا لنا رأيكم ايه. جميل. ماشي، ألف اشوفكم شكر الاسبوع يا الجاي عبد، ان شاء الله. شكرا يا جماعة، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي.
يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي من بودكاست هري بس تقديم زيزو ومحمد العبد، براندنج اند ديزاينز مريم العبد، ميوزك برودكشن حمزة شركس، سوشيال ميديا دينا ضياء. تقدروا تسمعونا على انغامي، سبوتيفاي، يوتيوب وبوديو وابل بودكاست. شكرا جدا لكل اللي بيسمعونا، استنونا في هرية جديدة في الحلقة اللي جاية.